ان شاء الله هتخرج من الفيديو ده وانت حالل كل مشاكلك في العربي، وعارف هتعمل ايه كويس في المراجعة النهائية. لاني هكلمك عن كل حاجة تخص العربي وتخص المراجعة، مشاكل واجهتني انا شخصيا وغلطات غلطتها، فحابك تعرفها علشان ما تغلطش غلطتي. طب هنتكلم في الفيديو ده عن ايه بالظبط؟ اول حاجة، ليه العربي مادة غدارة وممكن لا قدر الله ببساطة جدا تضيعك، وازاي تتعامل معاها وتضمنها بنسبة كبيرة ان شاء الله. تاني حاجة، لو انت ما بدأتش خالص او مراقب حاجات كتيرة، تعمل ايه الفترة دي عشان بإذن الله تلحق تخلص كل حاجة. تالت حاجة، تعمل ايه في المراجعة النهائية من حيث كل حاجة بقى، تنزل سنتر ولا اونلاين، تشترك مع مين احسن مدرس في المراجعة، مين اكتر مدرس طريقة حله او طريقة شرحه قريبة للامتحان. رابع حاجة، هنمسك فرع فرع وهقولك تعمل فيه ايه بالظبط. خامس حاجة، شوية غلطات وشوية مشاكل لازم تتجنبها في المراجعة لانها اكيد هتقابلك، فانت ازاي تتعامل معاها صح. فانت لازم تكمل معايا الفيديو الاخر عشان باذن الله تستفيد. نيجي لاول حاجة، وهي ان ليه العربي اكتر مادة غدارة. انت لو جيت كده بصيت لاخر 3 سنين في ثانوية عامة، واللي هي من بداية النظام الجديد، هتلاقي اكتر مادتين الناس نقصت فيهم او اكتر مادتين ضيعوا ناس هما العربي والاحياء. دي عن تجربة شخصية يعني. فخلينا دلوقتي في العربي والاحياء، ان شاء الله باذن الله ممكن نعمل لها فيديو، فتأكد انك عملت سبسكرايب للقناة عشان اول ما الفيديو ينزل تشوفه. مشكلة العربي دلوقتي ان هو بقى مادة لا منهج. لا منهج ازاي؟ مفيش منهج ثابت انت ماشي عليه وبتطبق عليه عكس باقي المواد التانية. دي يعتبر مشكلة كبيرة جدا لانك يعتبر بتحل وخلاص وبتجرب وزي ما تيجي تيجي، مش زي الفيزياء مثلا قوانين ثابتة وبتعوض عليها ومنهج ثابت انت ماشي عليه، او زي الكيمياء منهج ثابت ومعروف للكل وانت بتذاكر المنهج ده وبتخش تمتحن فيه زي باقي المواد. العربي بقى مختلف تماما، والعربي مشكلته ان هو لغة، واللغة معروفة طبعا لأي حد إنها بتكون واسعة جدا وصعب إنك تلم كل جزئية فيها، فهو بيلعب على الحتة دي، فبالتالي الامتحان ما بيكونش متوقع. وخاصة النصوص المتحررة والقراءة المتحررة، الحاجات اللي مفيش حاجة ثابتة انت ماشي عليها، فبالتالي ده بيوقع ناس كتير. فانت المفروض تعمل ايه عشان تتجنب الموضوع ده؟ فكمل معايا الفيديو عشان بإذن الله اقولك تعمل ايه بالظبط. انا عارف طبعا انت عايز تعمل لايك فشكلك نسيت، فانزل ادعس لايك وارجع تاني كمل فيديو. تاني حاجة، لو انت لسه لحد دلوقتي ما بدأتش عربي او مراكم حاجات كتير، تعمل ايه؟ اول حاجة لازم تنسى مقولة اني هذاكر في المراجعة، وده لان مراجعة العربي بتكون مختلفة عن مراجعة اي مادة تانية. فانت لازم تكون مذاكر المنهج قبل كده على الاقل، لانك في المراجعة هتلاقي المستر بيحاول يعلي من مستواك ويجهزك اكتر للامتحان عنده، ويحل كتير لانه معتمد انك واخد المعلومات دي قبل كده. اللهم الا انه ممكن يعيد الحاجات الاساسية زي النحو والبلاغة مثلا، فانت لازم تتجنب النقطة دي وعلى الاقل تكون سامع المنهج قبل كده. فانت لازم تبدأ دلوقتي، اسمع مني، دي يعتبر اخر فرصة ليك انك تبدأ. فما تسمعش كلام اي حد يقولك لسه بدري وبتاع، صدقني دي يعتبر اخر فرصة، لانك لو ما بدأتش دلوقتي فانت خلاص يعتبر كده حرفيا بتضيع منك السنة. فاستغل الوقت ده وحاول تبدأ وتعالى نفسك شوية، لانه خلاص فاضل يعتبر شهرين او شهرين ونص بالكتير، فلازم تستغل الوقت ده كويس جدا. طب هتبدأ ازاي وتعمل ايه بالظبط؟ اول حاجة انك تشوف مستر او مدرس يكون انت بترتاح في شرحه، ويكون شارح المنهج كله سواء على اليوتيوب او منصة بقى على حسب انت شايف ايه. تاني حاجة، هتبدأ انك تقسم المنهج وتقسم محاضرات بحيث انك تخلص المنهج في اسرع وقت ممكن، عشان بإذن الله تلحق المراجعة النهائية من أولها تبدأ تحل كتير جدا. نيجي بقى لتالت حاجة، وهي إنك تعمل إيه في المراجعة، وهنا هنقسمها لكذا جزئية. ناخد أول جزئية وهي إنك تنزل سنتر أو تتابع أونلاين مع أي مدرس من المدرسين. هنا هقولك إنك لو مثلا بتاخد مع مستر من أول السنة، والمدرس ده أو المستر ده عاجبك شرحه وعاجبك طريقته وبيلم معاك الدنيا كويس،
فعادي جدا كمل معاه، مفيش اي مشكلة، بس بشرط واحد بس، ان المستر ده مكانه ما يكونش بعيد وانت بتركب له مثلا مواصلات كتير او بتضيع وقت كتير في المواصلات، لانك في الوقت ده في حاجة لكل دقيقة ممكن تضيعها. لو غير كده وانت بتضيع وقت كبير في المواصلات، فانا شايف انك تكمل او تتابع مع اي حد اونلاين، ودلوقتي بقى موجود مدرسين كتير جدا اونلاين، فشوف انت بترتاح مع مين واشترك معاه ويكمل معاه. نيجي لتاني جزئية، وهي انك لو هتاخد اونلاين تاخد مع مين وتشترك مع مين. هقول لك ان الجزئية دي فيها خلاف كبير جدا، مش عارف ليه الصراحة. فبص يا ريس، خلينا متفقين اول حاجة ان المنهج كله واحد، ومعظم المدرسين كويسين جدا ما شاء الله، وهتلاقي فيه تنافسية كبيرة جدا، لان في فترة المراجعة دي كل واحد بيحاول يطلع احسن ما عنده، زي ما بيقولوا كده بيحاول يطلع نار من بقه حرفيا، لانه محتاج السنة الجاية يتقال عليه منكم انه اجمل مدرس، وهو اللي انقذنا وعمل معانا كذا وعمل معانا كذا وكذا وكذا. فنصيحتي ليك انك تفكك من كل الكلام ده، وتشوف ايه اكتر مدرس انت بترتاح لشرحه وبترتاح لطريقته وبتفهم منه كويس وتشترك معاه، لانك صدقني والله كلهم حرفيا واحد. المختلف بس ان ده بيشرح بطريقة معينة وده بيوصل المعلومة بطريقة معينة، والمنهج كده كده واحد وثابت. اللي بيفرق بس مدرس عن مدرس الطريقة اللي بيشرح بيها. فانت شوف المدرس اللي انت بترتاح ليه وبترتاح لطريقة شرحه، وتوكل على الله واشترك معاه، لانك بقى هتبدأ تسمع كلام اللي هو ده المستر ده عالمي، والمستر ده بيطير، والمستر ده مش عارف بيعمل ايه، والمستر ده مش عارف بيعمل ايه. فانت سيبك من كل الكلام ده، لانه كلام يعتبر كلام فاضي، لان مش كلنا نفس العقلية ومش كلنا بنفهم من نفس الناس، كلنا مختلفين عن بعض. فانت شوف زي ما قلت لك المستر اللي انت بترتاح ليه وبترتاح لطريقة شرحه واشترك معاه عادي. مش عارف صوت العصافير ظاهر في الفيديو ولا لا. في دلوقتي حوالي الساعة 6:30 تقريبا، فعصافير صراحة يعني ايه عمل معايا الواجب. طب مين اكتر مدرس طريقته قريبة للامتحان او طريقة شرحه كويسة ومقاربة شوية لنظام الامتحان؟ فبص، على حسب كلام زمايلكوا السنة اللي فاتت ومعظم ترشيحاتهم، فالمعظم راح لمستر محمد صلاح، وقالوا ان هو اقرب حد طريقة حله او اسئلته مقاربة لامتحان اخر السنة. بس ده مش معناه برضو انه السنة دي يكون نفس الشكل ونفس الحاجات بتاعت السنة اللي فاتت، لان الحاجات دي بتكون توفيق من ربنا، وطبعا شغل منه، بس توفيق من ربنا اكتر، فمحدش يقدر يحدد ده. فانت زي ما قلت لك كده، شوف انت بترتاح لمين وما تعتمدش اي اسامي، لان كل واحد ليه مميزات وليه عيوب اكيد. رابع حاجة، تعالى بقى نمسك كده فرع فرع واقول لك تعمل فيه ايه بالظبط. لو جينا مثلا للنحو، فانت هتبدأ تسمع مراجعات المستر اللي هتشترك معاه سواء اونلاين او سنتر، وبعد كده هتبدأ تراجع سواء من شرحه او من مذكراته او من الحاجات اللي انت كنت كاتبها او ملخصها قبل كده لو انت عامل كده فعلا. وبعد كده هتبدأ تحل عادي، بس عاوزك تعمل حاجة في الحل، والحاجة دي انا متأكد انها ان شاء الله هتفرق معاك جدا. انك وانت بتحل اي سؤال يقف معاك، او اي سؤال تحس ان فيه فكرة كويسة، او اي سؤال ممكن يجي شبهه او ممكن يتكرر بعد كده كتير، فانت هتجيب كشكول هتبدأ تنقل فيه الاسئلة دي، او على الاقل وانت بتحل هتعلم على الاسئلة دي، سواء بقلم فلوماستر او اي قلم يكون مختلف شوية عن الاقلام اللي انت بتحل فيها، بحيث انك تكون مجمع الاسئلة المهمة والاسئلة كويسة، بحيث ترجع عليها في اي وقت وتراجع على الافكار دي تاني. والبلاغة كذلك برضو، بس انت لو لسه عندك مشكلة في البلاغة لحد دلوقتي، فكان في فيديو لمستر رضا الفاروق حوالي 5 أو 6 ساعات كده، كنت شفته قبل كده برضو، يعني يا رب يكون لسه موجود على القناة. ممكن ترجع تشوفه برضو، وان شاء الله هيفرق معاك جدا، لانه شارح في البلاغة من اول اولى ثانوي لحد تالتة ثانوي. فان شاء الله لو انت عندك مشكلة في البلاغة لحد دلوقتي اسمع الفيديو ده. اما بقى بالنسبة للقراءة ونصوص المتحررين، فاحنا كنا عملنا فيديو عنهم هنا في القناة، فهسيب لك لينك تحت في الديسكريبشن. عملنا فيديو طريقة سهلة وكويسة جدا،
وفعالة، وان شاء الله تضمن درجتهم لو استمريت على الطريقة دي وجربتها. اما بقى بالنسبة للتعبير وعلامات الترقيم والحاجات دي، فالحاجات دي يعني يعتبر سهلة الى حد ما. انت ممكن بسهولة جدا تلمها، وبحلك عليها كتير ان شاء الله هتثبت معاك، وان شاء الله بالنسبة لك هتكون سهلة جدا. اما بالنسبة للادب، فانت هتحاول تلخص كل مدرسة منهم في ورقة، بحيث تكون مجمعهم كلهم في كام ورقة كده. هتلاقي معاك 5 6 ورقات بالكتير، بحيث ترجع لهم في اي وقت وانت بتحل، وكل ما تحل عليهم اكتر هيثبتوا معاك اكتر، وبعد كده هتستغنى عن الورق ده خالص، لان هتلاقي معاك الاسئلة بتتكرر كتير، فانت هتحفظهم اصلا، هيكون معاك الموضوع سهل بإذن الله. خامس حاجة، شوية غلطات اوعى تقع فيها وشوية مشاكل ممكن تقابلك في المراجعة. أول حاجة، اوعى تغير مدرس بعد ما تشترك معاه. خليك واثق جدا في المدرس اللي معاك ايا كان هو مين، طالما انت بتفهم منه وشرحه كويس وماشي كويس معاك سواء في شرح وفي حل، فكمل معاه لآخر السنة. ما تسمعش كلام اي حد وخلاص. تاني حاجة، اكيد هتلاقي عندك مشكلة في الحل، ما بتعرفش تحل حاجات كتير، وبعد ما تحل هتلاقي عندك غلطات كتير وحاجات كتير انت ناسيها، فده طبيعي جدا. انت دلوقتي بتراجع عشان الحاجات اللي انت ناسيها تفتكرها، وبتحل كتير عشان تغلط ومن غلطاتك دي تتعلم، وتشوف انت محتاج تركز على ايه اكتر وايه الحاجات اللي انت كويس فيها. فانت في المراجعة هتحاول تلم كل حاجة وتفتكر اي حاجة انت ناسيها، وبعد تكرار الاسئلة والحل ان شاء الله الدنيا هتبدأ تظبط معاك وهتكون كويسة جدا. وبإذن الله هنعمل فيديو عن المشكلة دي، وانك ازاي تقلل غلطاتك وازاي تستفيد من الغلطات اللي انت بتغلطها، ولو بتغلط كتير تعمل ايه. فتأكد برضو انك عملت سبسكرايب عشان تشوف الفيديو اول ما ينزل بإذن الله. في حاجة برضو انك في المراجعة هتلاقي معظم المحاضرات وقتها كبير جدا، 8 و9 و10 و11 ساعة. عارف ان ده طبيعي عند بعض المدرسين، بس انت تعمل ايه في الموضوع ده؟ حاول على قد ما تقدر تقسم وقت المحاضرة على كذا ميعاد مختلف، بحيث انك تقدر تستوعب كل كلمة بتتقال في المحاضرة، لانك مستحيل تقعد 8 أو 9 أو 10 ساعات كاملين مركز 100% ومستوعب كل كلمة اللي بتتقال في المحاضرة. فانا عاوزك تكون مركز ومستوعب وفاهم كل كلمة بتتقال في المحاضرة دي، عشان عاوزك بعد ما تخلص محاضرة تبدأ حل على طول. فمستحيل حد يقدر يستوعب الكم ده من المعلومات وبعد كده يخلص الفيديو او المحاضرة ويبدأ حل. دي معظم المشكلة اللي انا فاكرها دلوقتي صراحة. انت لو عندك اي مشكلة سيبها في كومنت وانا ان شاء الله هرد عليك، او ممكن نعمل نجمع الاسئلة كده كلها او معظم المشاكل اللي هلاقيها في الكومنتات، وممكن نبقى نعمل عنها فيديو جاي ان شاء الله. فتأكد انك عملت سبسكرايب برضو، واكتب اي مشكلة بتواجهك سواء في العربي او في اي مادة تانية. متنساش تكتب لي انتوا خلصتوا مراجعة ولا لا، وهتبدأوا مراجعة امتى، بحيث اكون عارف انتوا ماشيين ازاي الفترة دي. ومتنساش برضو تكتب عاوز الفيديو الجاي يتكلم عن ايه ان شاء الله. بس يا شباب، ده كان كل حاجة معانا النهاردة. طبعا ما تنساش تعمل لايك، لان اللايك بيساعد ان الفيديو ينتشر اكتر واكبر عدد يستفاد. ما تنساش تشير الفيديو ده مع صحابك، يمكن حد يكون منهم محتاجه ويستفاد ويكون لك الاجر ان شاء الله. طبعا كان معاكم دكتور عمر صبري، اتمنى لكم التوفيق وربنا يوفقكم جميعا. السلام عليكم يا شباب.